السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي متابعي قناة المدرج الأهلاوي، أهلا وسهلا بكم. حلقة جديدة ولقاء جديد. بس قبل ما نبدأ الفيديو، اللايك الجميل للفيديو والاشتراك الأجمل في القناة، ويلا بينا. مستر كولر، مفيش أهلاوي وقت ما النادي الأهلي يتعاقد معاه إلا وكان متوسم في خير، وفعلا قدم أداء ونتائج في كل البطولات اللي شارك فيها مع النادي الأهلي بشكل مفيش أحسن من كده. والكل قال خلاص النادي الأهلي ليه المدرب اللي هيبني عليه زي اللي كان قبله. وده بسبب إن جه بعد 3 مدربين كان في 2 منهم على أعلى مستوى، واحد كان حرفيًا النادي الأهلي مرعب معاه في كل حاجة وهو مستر فايلر، وده خلّص النادي الأهلي من العواجيز اللي كانت فيه، وشُفنا معاه أفضل نسخة رمضان صبحي في مركز الجناح، وبقى كل ماتش ليه مساهمة تهديفية، وبقى الجناح السوبر في النادي الأهلي، بعد ما كان مطفي بعد رجوعه من رحلة الاحتراف الفاشلة اللي كانت في الدوري الإنجليزي. واللاعب التاني هو عمرو السولية، وخلينا متفقين إن عمرو السولية وصل لأعلى مستوى ليه مع النادي الأهلي في خلال الفترة اللي كان فيها مستر فايلر. لاعب بيعمل كل حاجة في الكورة، حتى لما كان في المنتخب كان هو اللاعب الأساسي اللي بيتبني عليه خط النص، يعني تحط عمرو السولية وبعد كده تشوف مين اللي هيلعب جنبه. ومن ضمن اللعيبة دي واحد زي محمد النني اللي كان في الوقت ده نجم نادي أرسنال، بس بالنسبة للعيبة خط النص عمرو السولية كان رقم واحد، وبعدين تضيف أو تصنف أي لاعب تاني أيا كان من هو. وده دليل إن في مدرب اشتغل معاه وطلع منه كل حاجة في الكورة، حتى النواقص الفنية فضل معاه لحد لما وصل إنه يكون اللاعب رقم واحد في نص الملعب إذا كان في النادي الأهلي أو منتخب مصر. وغير رمضان صبحي وعمرو السولية كان في لعيبة تانية. وطبعا بالنسبة للعب في الدوري العام وبطولة أفريقيا مستر فايلر عمل كل حاجة خلتنا نقول إن هو ده اللي هيهز عرش الأسطورة مانويل جوزيه. والمدير الفني التاني هو بيتسو موسيماني، وده بقى عارف شوارع وحواري وملاعب أفريقيا زي ما هو عارف اسمه بالظبط. ومفيش فرقة في أفريقيا إلا وعارف عنها كل حاجة، ده حتى إحنا مسلمناش منه. وعلى إيده النادي الأهلي خسر بالنتيجة الأكبر بالنسبة له في تاريخ المشاركات الأفريقية، وقدر إنه يكسب النادي الأهلي 5-0 لما كان المدير الفني نادي سان داونز، علشان تيجي مشيئة ربنا سبحانه وتعالى وياجو يمسك النادي الأهلي كأول مدير فني أفريقي إنه يكون في القيادة الفنية للنادي الأهلي، ويكون أول ماتش ليه مع النادي الأهلي في بطولة أفريقيا قدام الوداد البيضاوي المغربي، وكسب هناك في المغرب بنتيجة 2-0. وفي ماتش الإياب هنا في القاهرة كسب بنتيجة 3-1 علشان نقابل نادي الزمالك في النهائي ونكسب 2-1 بجون محمد مجدي قفشة. وعلى الرغم من انه كسب بطولة افريقيا سنة 2020 وسنة 2021 ووصل لنهائي البطولة سنة 2022، وخسرنا الماتش قدام الوداد البيضاوي المغربي بالطريقة اللي كلنا عارفينها واللعبة القذرة اللي حصلت معانا. ولما رحنا كأس العالم للأندية عملنا أداء عالي قوي وكسبنا برونزيتين، بس للأسف الحلو ما يكملش. بالرغم من إن بيتسو موسيماني كان ماشي في بطولة أفريقيا بشكل كويس جدا ومحقق أرقام كويسة، لكن في البطولة المحلية كان لا حول له ولا قوة، وخسرنا بطولة الدوري العام موسمين ورا بعض لصالح نادي الزمالك. أما بالنسبة للمدير الفني الثالث وهو ريكاردو سواريش، وده الكلام عنه هيكون مضيعة للوقت علشان جه في وقت صعب جدا، وللأسف لا هنقدر نحكم عليه لا بالسلب ولا بالإيجاب علشان يجي بعد كده مستر كولر. وكان لازم على مستر كولر إن يجي ويكمل على شغل اللي كان قبله ويقدم أداء ونتائج ويكسب بطولات كمان، وده مش هيتحقق غير بتخطيط وجهد مبذول ومدروس ومن غير عشوائية وشوية عوامل تانية، زي مثلا إنك كمدير فني يكون عندك رؤية فنية واضحة للعيبة وتكون بعيد عن اللعب النمطي. وليه أنا بقول إنه يكون بعيد عن اللعب النمطي؟ عشان للأسف مستر كولر اتحفظ بالنسبة للمدربين اللي موجودين في الدوري العام المصري، وأي فرقة دلوقتي بتقفل على مفاتيح اللعب عندك وبيلعبوا تحت الكورة وبيقابلوا من بعض نص الملعب، فيقوم لاعيبة النادي الأهلي تفضل تسلم وتستلم من بعض من نص الملعب لخط الدفاع والعكس لحد لما يبقى مفيش أي حلول لضرب خطوط الدفاع، فنبدأ نشوف الكرات الطولية من لاعيبة قلب الدفاع في النادي الأهلي لحد لما تظهر الفوارق الفنية، ونبدأ نغلط لعيبة الفرقة التانية اللي قدامنا في كورة ولا اتنين علشان نجيب منهم اجوان. وطبعا لو بنلاعب فرقة كبيرة الفوارق الفنية بين اللعيبة هتكون قريبة من بعض، وهيبقى صعب انك تخلق فرص كتير علشان تسجل منها. وماتش الزمالك الأخير ده كان أكبر مثال على كده، علشان طول ال90 دقيقة مفيش غير هجمتين بس للنادي الأهلي، واحدة جت في العارضة والتانية اللي جه منها الجون. وانت كأهلاوي اكيد هتسأل نفسك ايه اللي وصل الفرقة للمرحلة دي، خصوصا ان نفس المدير الفني ده في بداية ما مسك النادي الأهلي كان بيكسب 80% من ماتشاته بنتيجة 3-0 أو 3-1، وزي ما كان في رباعيات صلاح جاهين بقى في ثلاثيات مستر كولر، وكان برضه بيقدم أداء كويس جدا. إيه بقى اللي خلى ميزان الأمور اختلف كده وبقى مستوى الأداء والنتائج في النازل؟ والحقيقة مفيش حد هيجاوب على اللغز ده غير مستر كولر نفسه. هل فعلا مستر كولر
وصل لمرحلة التشبع الكروي، وخلينا أقول التشبع الكروي، مش هقول لا زهق ولا ملل. وده بسبب اللي كان بيحصل معاه من إدارة النادي الأهلي في مسألة التدعيم وتأخير الصفقات، ولا علشان خلاص في لعيبة جوه النادي الأهلي ما ينفعش حتى تلعب درجة تانية، ودول كتير وكلنا عارفينهم ومش هنقول أسماء. وعلشان نحدد مشكلة تراجع الأداء والنتائج الفترة الأخيرة، ده هيكون ليه 3 أسباب. السبب الأول هو مستر كولر نفسه. هل هو خلاص وصل مع النادي الأهلي إنه مش هيقدر يقدم أكتر من اللي قدمه؟ ولا السبب التاني وهو جودة اللعيبة نفسها، وإن في لعيبة كتيرة جوه النادي الأهلي خلاص ما ينفعش إن هي تلعب للنادي الأهلي ومستواهم أقل بكتير إنهم يمثلوا النادي الأهلي؟ ولا السبب التالت وهو تأخير وبطء الإدارة في ملفات كتيرة بالنسبة لقطاع كرة القدم، وخصوصا ملف الصفقات؟ وبالنسبة لينا احنا كجمهور شايفين إن دول أكتر 3 أسباب منطقية في مسألة هبوط المستوى والنتائج الفترة الأخيرة. بس أنهي سبب هو اللي ليه تأثير أكتر؟ ده زي ما قلت محدش هيقدر يجاوب عليه غير مستر كولر نفسه. والسؤال بقى الأهم، هل مستر كولر هيمشي ولا هيكمل مع النادي الأهلي؟ طيب عشان مستر كولر يمشي لازم أن يحصل 3 حاجات. أول حاجة إن النادي الأهلي يخسر بطولة الدوري العام. تاني حاجة إن النادي الأهلي يخسر بطولة من أي بطولة من بطولات أفريقيا زي دوري الأبطال أو دوري السوبر الأفريقي أو كأس السوبر الأفريقي. وتالت حاجة مشوار النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، والأداء اللي هيتقدم في البطولة هيكون إزاي، وخصوصا بعد التدعيمات الأخيرة اللي تقريبا النادي الأهلي وفر 90% من احتياجاته في الصفقات. يعني بحسبة بسيطة احنا لسه معانا كمان 6 شهور علشان يتم تقييم موقف مستر كولر بشكل نهائي. وأكتر بطولتين هيتم تقييم مستر كولر من خلالهم هي بطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري العام المصري. وللعلم مستر كولر لو كسبهم هيكمل مع النادي الأهلي بشكل عادي لنهاية عقده. والحاجة الأخيرة علشان ما نكونش مع طرف على حساب الطرف التاني، وخصوصا في نتائج الفريق الفترة الأخيرة. وبالنسبة للإدارة كلنا شايفين إن في بطء في ملف الصفقات، ومعظم الصفقات اللي هو اختارها وطلبها مفيش حاجة منها جت. وكمان اتفرض عليه لعيبة هو ما كانش عايزهم، وآخرهم علي معلول. وموضوع علي معلول ده طويل قوي، ما بين ناس شايفين إن هو كان لازم يتأيد وتكون نهايته مع النادي الأهلي تليق باللي قدمه قبل كده، وناس تانية شايفين إن مصلحة الفريق أهم، وإن علي معلول خلاص مش هيقدم حاجة تانية للنادي الأهلي. وهي دي سنة الحياة، ومصلحة الفريق أهم من أي اعتبارات تانية. وأنا كده عرضت موقف كولر وموقف الإدارة، وفي الأول وفي الأخير إحنا اللي يهمنا مصلحة الفريق وبس. وأنت بقى كمشجع أهلاوي شايف إن مستر كولر يكمل ولا يمشي؟ وخصوصا إن مفيش وقت إنك تجيب مدرب جديد وتبني معاه من الأول، علشان النادي الأهلي داخل على كمية بطولات وكل بطولة أصعب من التانية. شاركونا برأيكم في التعليقات، وهنا بنوصل لنهاية حلقتنا، واستنونا في حلقة جديدة ولقاء جديد. بس يا ريت اللايك الجميل والاشتراك الأجمل في القناة، ونشوفكم على خير دايما يا رب.